بص حواليك كده، قول لي ايه ستايل المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي حالا. غالبا هتقول لي مودرن او كلاسيك، او لو انت فاهم شويه في الانتيريور ديزاين هتقول لي نيو كلاسيك مثلا. اسمح لي افاجئك واقول لك ان في يجي 20 ستايل تصميم داخلي واكتر كمان متفرعين منهم، بس مش كل الناس يعرفوا عنها. وده سبب ان تقريبا اغلبيه البيوت اللي بنشوفها شبه بعضها دلوقتي، وده ممكن يكون السبب فيه المصمم الداخلي والعميل مع بعض. طب ازاي؟ تعال نشوف. في مجتمعنا ده احنا حصرنا نفسنا في ستايلات قليله قوي بسبب قله درايه من بعض المصممين بالطرز التصميميه، زي النصابين اللي اتكلمنا عليهم الحلقه اللي فاتت، او المصممين اللي زي ما قلنا انهم ما بيعرفوش يشتغلوا غير ستايل واحد او اتنين بالكتير قوي. لو عاوز تعرف عنهم اكتر هثبت لك اللينك بتاع الحلقه الاولى تحت في الديسكربشن. المهم دلوقتي نرجع للموضوع ده. قله معرفه بعض المصممين بالطرز التصميميه ده بيخليها بيفتحش دماغ العميل لكل الستايلات الموجوده، ووقتها العميل ما بيبقاش عنده فرايتي يختار منها، فبيتحصر في ستايلات معينه معروفه لينا كلنا ويضطر يختار واحد منهم حتى لو هو مش على هواه. فدلوقتي انت يا عزيزي العميل لازم لما تيجي تتعامل مع المصمم الداخلي تاخد بالك معاه هل هو على درايه بستايلات التصميم المختلفه ولا لا، وما تتكسفش تساله عن ستايلات غريبه عليك، زي مثلا انك تقول له عاوز ستايل بوهيمي او اسكندنافي او حتى ريفي، ووقتها هو واجب عليه انه يقول لك ايه ميزات وعيوب كل ستايل وايه اللي يناسب شخصيتك انت واللايف ستايل بتاعك، وهل الستايل ده مناسب للبادجت بتاعتك اصلا ولا لا. ونصيحه شخصيه مني، لو لقيت الديزاينر اللي معاك بيوجه رايك لستايل معين وبيعند فيه من غير ما يديك اسباب منطقيه، وجه له الشكر وشوف واحد غيره يكون فاهم كويس عشان يطلع لك بنتيجه ترضيك باقي حياتك. واحد يكون فاهم في ستايلات التصميم الداخلي المختلفه بمميزاتها وعيوبها عشان يعرف يحقق لك اللي انت عاوزه في بيتك. طب دلوقتي يا ديكو ايه ستايلات التصميم الداخلي اللي انا ممكن اختار منها، وازاي اختار الستايل اللي انا عاوز اعيش او اخرج او اشتغل فيه؟ ده يا سيدي موضوع كبير عاوز له حلقه لوحده عشان نغطيه فيها، بسبب كتر الستايلات الموجوده وكمان التفاصيل اللي موجوده في كل ستايل بتميزه عن غيره. وكمان الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، لانه في الاول وفي الاخر متوقف على شخصيتك انت وتفضيلاتك الشخصيه وظروف حياتك. والتصميم مش مجرد ان احنا بنختار ستايل مع بعض وبنعمل الشقه كلها على اساسه، لا دي بروسس كامله كل مراحلها بتكمل بعضها. التصميم مش عباره عن مجرد رسمه ولا تكه زرار، التصميم عباره عن حل مشكله. هستناكم الحلقه الجايه ان شاء الله عشان نتكلم مع بعض عن ستايلات التصميم الداخلي الاساسيه وازاي تختار الستايل المناسب ليك. ودلوقتي بعد ما خلصت الحلقه اكتب لنا تحت في الكومنتس ايه الستايلات الغريبه اللي انت عارفها من قبل الحلقه، وايه اكتر ستايل تحب نتكلم عنه الحلقات الجايه. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمها بلايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل في المحتوى بتاعنا، واكتبوا لنا برضه تحت في الكومنتس عاوزين تشوفوا ايه الحلقات الجايه. وبكده اقدر اقول لكم سي يو في الحلقه الجايه.